لسه بتشتكي ان العيش ما بيطلعش معاكي زي اللي بتجيبيه من الافران؟ طب بيطلع معاكي مكتوم؟ طب بيطلع معاكي مش بنفس الشكل اللي بتجيبيه من بره؟ في الفيديو ده بإذن الله هعلمك كل تكات وحركات العيش بحيث ان هو يطلع احلى من العيش اللي بتجيبيه من بره. بس في البداية هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي مع بعضنا الفيديو. عندي كوبايتين من الدقيق، انا استخدمت هنا دقيق 5 نجوم. انتي بقى الدقيق المتوفر عندك. الكوبايتين دول بمعدل نص كيلو. هتحط عليهم معلقة من خميرة فورية، وهتنزل عليهم برشة من السكر ورشة من الملح. السكر هنا عشان ينشط معانا الخميرة. بعد كده بنضيف نص كوباية من اللبن الدافي، ودي اختياري. لو ما عندكيش لبن سايل بتحطي معلقتين لبن نيدو ونص كوباية مية. لا ما عنديش لا لبن سايل ولا لبن نيدو، بستخدم كوباية مية تكون مية فاترة دافية عشان تساعد ان هي تخمر بسرعة. بعد ما تأكدنا ان هي عجننا حوالي 10 دقايق بحيث ان العجينة تبقى معاكي زي البان كده، هنحط لها حتة زيت على الوش ونروح نغطيها بستريتش مارك ونركنها على جنب. انا اخدت معايا تخمير ساعة. بسم الله ما شاء الله، بس ازاي ملت البولة. هنبتدي نقطعها. هنجيب صينية فيها رشة من الدقيق ونبتدي نقطع العجين معانا كور صغيرة. الكور دي بقى ترجع ليكي انت، عايزة تخلي الرغيف صغير، عايزة تخلي الرغيف كبير، عايزة تخليه وسط، ده حسب اختيارك انت. بس انا حاولت نخلي الكور كلها بحجم واحد، تقريبا حجم 50 جرام. لو عندك ميزان وحاسة ان انت مش هتعرفي تظبطيها بايديكي، ممكن توزني القطعة واول ما تلاقيها عملت معاكي 50 جرام تقطع غيرها. الكوبايتين هنا عندي عملوا 13 رغيف بالظبط. لو عايزة تصغري اقل هيعملوا معاكي حوالي 16. لا عايزة تكبري اكتر ممكن يعملوا من 5 ل6 الكبير خالص. بعد ما قطعناهم هنسيب العجين يرتاح شوية، هنغطيه في فوطة لمدة 10 دقايق. بعد ما ارتاح معانا العجين هتحس ان هو اتفرد معاكي بسهولة. هتبتدي تاخدي قطعة قطعة، ترشي رشة دقيق وتبتدي تفرديها على الرخامة. هتكرر الحركة دي معاكي لغاية ما تخلصي الكمية كاملة وتسيبيها ترتاح حوالي 10 دقايق تاني. اهم حاجة انتي وشغالة تفرد في العجينة، ما تضغطيش عليها جامد عشان خاطر لما تحطيها على النار تبتدي تتنفخ معاكي وما تبقاش مكتومة من جوه. هتنشويها بس اهم حاجة ما تخليهاش مضغوطة، يعني تخف ايديك انتو بتعمليها. الحاجة التانية سيبيها تريح 10 دقايق بعد ما تفرديها. برضو الخمور ده هيساعد ان هي تطلع مش مكتومة والرغيف يتفتح معاكي بمنتهى السهولة في الحشو. يبقى احنا سيبناها ساعة لما تخمر، وبعد كده بعد ما قطعناها سيبناها 10 دقايق عشان ترتاح، وبعد كده بعد ما فردناها بنسيبوها 10 دقايق تاني قبل ما نحطوها على البوتاجاز. خلصنا بنحط طاسة سخنة على البوتاجاز ايا كان نوعها لغاية ما تسخن خالص معاكي، وبعد كده بتبتدي تاخدي الرغيف وتحطيه وما بتوطيش النار، بتقعدي واقفة عليه، بتعدي من 1 ل4 وتروحي قلبة على الناحية التانية بحيث ان هو كده الرغيف معاكي اتشمع وبدأ ياخد لون، وتروحي قلباه على الناحية التانية. هتبصي تلاقيه ما شاء الله بدأ يتنفخ معاكي. ده اكبر دليل ان انتي العجينة كده سليمة صح، وان انتي مشيتي الخطوات كلها سليمة. هتكرر الموضوع ده مع كل العيش اللي فاضل عنديكي. بعد ما بتخلصيه انتي وشغالة بتحطيه على صينية جنبك. خلصتي كمية كلها بتجيبي فوطة نظيفة وتروحي مغطياه. بعد كده تلميه، ممكن تحطي منيه جزء في الفريزر ومجرد ما تطلعيه وتسيبيه فوق بيرجع زي ما كان، او تسخنيه في الميكرويف. يعني انت ممكن تعملي منيه كمية عشان ما تقعديش تعملي كل شوية، وتحطي الكمية دي في الفريزر وتطلع منها بالطلب على قد ما بتحتاجه. بصي احنا خلصنا العيش كله. بسم الله ما شاء الله، بصي الرغيف ازاي ما طلعش كاتم من جوه وفي نفس الوقت منفوخ
وبيتفتح معاكي بسهولة من غير سكين ولا شيء، عشان تحشي فيه تستخدميه في الاكل في الحشو زي ما انت عايزة. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تبخليش ان انت تعملي لي لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. قناتكم صناعة السعادة، أم كيان.